كل مجتمع بيختلف في عاداته وتقاليده وثقافته عن المجتمعات التانية، وكل مجتمع بيحمل في طياته قصص فريدة بتعكس عاداته وتقاليده وأفكاره. والعادات دي مش وليدة اللحظة، بل نتجت عن تجارب وخبرات اتراكمت عبر العصور. يعني تخيل إن كل مناسبة أو أكل أو طريقة في التعامل مع الآخرين بتعكس تاريخ طويل من التفاعل والتكيف والثقافة. والثقافة يا سيدي المشاهد مش ثابتة، بتتطور باستمرار وبتتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وده اللي هنعرفه النهاردة في أولى حلقات العودة بإذن الله. أهلا بيكم. وعشان نمهد لحلقتنا صح يبقى هنستعين بعالم الجغرافيا الأشهر في التاريخ العربي ابن خلدون، واللي كان بيؤمن بأن المناخ والجغرافيا بيأثروا تأثير مباشر على الشعوب. فمثلا الشعوب اللي بتعيش في المناطق الصحراوية بتتسم بالشجاعة والصمود، أما المجتمعات اللي عايشة في أراضي خصبة بتميل للاستقرار. ده غير اللي بيعيشوا في مناطق باردة واللي بيأثر عليهم طابع الخوف. وقدر ابن خلدون إنه يربط بين التاريخ والعلوم الاجتماعية بطريقة فريدة. ولو ضربنا مثال بكلام ابن خلدون فهنبدأ بالحضارة المصرية القديمة. المصري القديم لما سكن الأرض كانت عبارة عن صحراء شاسعة ونهر عذب بيشق منتصف أراضيها، وعشان يحقق الاستقرار لنفسه اتجه لزراعة الأرض من الحبوب والخضروات. ولما حقق الاستقرار انعكس ده في باقي الجوانب لحد ما تأسست أهم حضارة في التاريخ البشري، وهي الحضارة المصرية القديمة. وكمان سادهم عادات وتقاليد، وتم تنظيم فكرهم أخلاقيا، وده اللي ظهر في الدين بعد كده. وطبعا يا سيدي المشاهد الدين عند المصريين كان مهم جدا، لأن بفضل إيمان المصري القديم بالبعث والخلود بنى المعابد والأهرامات والآثار اللي بنفتخر بيها النهاردة. ونطلع بالتاريخ لقدام شوية، وخاصة مع ظهور الحضارة الرومانية اللي أخدت أصل علومها من الحضارة المصرية القديمة وتأثرت بيها بشكل كبير، ولكن أضافت الحضارة الرومانية لمستها الفنية في فن النحت والهندسة المعمارية. الرومان كانوا بارعين في استخدام الحجر زي المصريين، وده اللي خلى مبانيهم تدوم لآلاف السنين. والنحت كمان اللي كان بيعبر عن قصص الآلهة والأبطال. في قلب الحضارة الصينية وخاصة في عام 105 ميلادي كان الحرفيين بيعملوا بجد وبيكتشفوا المواد المختلفة لحد ما توصلوا لاختراع الورق. والحقيقة إن ظهور الورق ما كانش مجرد اكتشاف عادي، لأنه ساهم في خلق جسر يتعرف بيه الشعوب في الأماكن المختلفة على طباع وعادات شعوب تانية، ويتنقل بينهم القصص والأدب والفنون. نقدر نقول إن ظهور الورق كان الشكل الأول للعولمة، واللي من لحظة اكتشافه اتغيرت طريقة تواصل البشرية للأبد. ونطلع بالتاريخ تاني لقدام شوية، وخاصة إلى الحضارة الإسلامية، واللي ظهر فيها العديد من العلماء المسلمين اللي كان ليهم أساس في العلوم المتقدمة النهاردة، زي ابن سينا في عالم الطب، واللي كان ليه تأثير كبير وواضح في المجال ده، وكتابه قانون الطب اللي بيعد مرجع مهم جدا للأطباء حول العالم. وعندنا كمان ابن الهيثم واللي برع في علم البصريات، واللي اكتشف مبدأ الانكسار ووضح فيها ازاي العين البشرية بتشوف. وإسهاماته ما كانتش في مجال البصريات بس، لا ده كمان في فهم الضوء واستخدامه في العلوم المختلفة. وكمان العالم الرازي واللي أثر في مجال الطب، وأول من استخدم الكحل في العلاج، وقدم اكتشافات ثورية في علم الأمراض. العلماء دول وكتير زيهم ما سابوش بصمة في مجالاتهم بس، بل في العلم الحديث بشكل عام. الحروب والثورات أثروا بشكل مباشر كمان على الثقافة البشرية، فهي مش مجرد صراعات دموية، بل هي محركات قوية للتغيير الثقافي عبر العصور. شفنا إن إزاي الثورات أعادت تشكيل الهويات والتقاليد. ففي العصور القديمة مثلا كانت الحروب بتفرض على المجتمع تبني عادات جديدة. على سبيل المثال فالثورة الفرنسية مش بس غيرت الوضع السياسي في فرنسا، بل أثرت على الفنون والعادات اللي اتجهت للحرية الفكرية وأعطت صوت للطبقة المهمشة. وفي العالم العربي فالثورات اللي حصلت في القرن الحالي والماضي عادت إحياء التراث الثقافي والفكر القومي، وده اللي بان مع فكر القومية العربية واللي ظهر أكتر في مصر بعد ثورة 1952. مع ظهور الثورة الصناعية وتطورها في الدول الأوروبية في القرن ال19 بدأت حركات التوسع الاستعماري للدول خاصة بريطانيا وفرنسا، وده بهدف السيطرة على مصادر المادة الخام. وده اللي خلى حركات قومية كتير تظهر للعلن، وهدفها تحرير الوطن وطرد الاستعمار
بل ودخول شعوب أصيلة في مواجهة التغيير العرقي اللي فرضته الدول المستعمرة. ومن الهند لإفريقيا كان هناك أصوات بترتفع وبتطالب بالاستقلال، واللحظات التاريخية دي هي اللي شكلت العالم اللي بنعيش فيه النهاردة، وده لأن لا زالت آثار الاستعمار واضحة في العديد من المجتمعات. في القرن العشرين شهدنا تطور ثقافي غير مسبوق، من أزياء الخمسينات الكلاسيكية لصرخات الموضة في السبعينات، والموسيقى كمان كان في عز ازدهارها، وظهرت فرق الروك عشان تشكل هوية جيل كامل. والفن كمان ما كانش أقل تأثير، فبخلاف السينما والمسرح ظهر الفن السريالي والتجريد، وده اللي ادى للفنانين حرية التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم. ومع ظهور الإنترنت بدأت الثقافات تتنقل بشكل أسرع بين الشعوب، وده اللي خلى العالم يكون أصغر وأقرب. وتداخلت في الفترة دي ثقافات وتفاعلت مع بعضها بشكل كبير. وفي القرن الواحد والعشرين التكنولوجيا تغير حياتنا بشكل جذري. كل يوم بنشوف إزاي الأفكار بتتنقل بين الناس في ثواني، وكأننا في قرية صغيرة. ومن خلال الإنترنت بنقدر نتواصل مع أصدقائنا حول العالم ونتعلم مهارات جديدة بلمسة زرار. التكنولوجيا مش بس سهلت حياتنا، بل خلتنا نكتشف النهاردة ثقافات مختلفة ونشارك تجاربنا مع الآخرين. كل لحظة بنعيشها بتتكون من شبكة ضخمة من المعلومات، وده بيخلينا نكون جزء من عالم أوسع وأكبر. ومن مصر القديمة وأهراماتها اللي بتتكلم عن عظمة الحضارة، للصين اللي بتروي قصص الفلسفة والفنون، والحضارة الإسلامية اللي ضافت لمسة من الإبداع والعلم مع الثورة الصناعية اللي غيرت وجه العالم. النهاردة بنعيش في زمن تداخل الثقافات عن طريق تشابك الثقافات والتقاليد، وده بيخلينا نكتشف جمال التنوع. كل يوم بنشوف إزاي بتتفاعل الثقافات وإزاي بتسري حياتنا وبتعزز من فهمنا. والعالم النهاردة هو لوحة فنية مليانة بالألوان، وكل لون لقصة فريدة. بس كده، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة، ولو حبيت تعرف أصل الموضوع دور في المصادر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.